وب10 دقايق بس رح تعملوا معي تحلاية بدون فرن بدون تلاجة. أيوة، للناس اللي بتقطع عندها الكهرباء كتير، أول شي الله يفرجها عليكم، تاني شي حنعملها وتطلع معاكم غير شكل. لازم تجربوها انتو، بس شوفوا لي هالمنظر. لما تحضريها ب10 دقايق وبالحليب وسميد، لا بدك تقومي تعمليها فورا. فكالعادة أحبائي خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى أكسب أجر أنا وانتو. بتمنى فضلا ليس أمرا نضغط لايك هلا واحنا عم نحضر بالفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. خدوا الفيديو مشارك على صفحاتكم حتى ترجعوا له وقت تحتاجوه، ونقول بسم الله ونبلش. بداية رح أبدأ أحضر للقطر. فعندي هون كوبين من السكر، بضيف لهم كوب واحد من المي بدرجة حرارة الغرفة، بضيف لهم شرحة ليمون وبرفع الطنجرة على الغاز. أول ما بيبدأ يغلي معي بهدي الحرارة وبحسب له 5 دقايق بعد الغليان، وبتركه ليبرد معانا تماما بدون ما نحركه. عندي هون شي 5 حبات صغار من المستكة مع معلقة صغيرة من السكر، طحنتهم كتير منيح. بطنجرتي ضفت 5 أكواب من الحليب البارد طبعا، وبضيف لهم 5 معالق من السكر، بضيف عليهم كوب وثلث من السميد الوسط أو الخشن، مش كتير بتفرق. بضيف كمية المستكة اللي طحناها ونكهتها بتشهي القلب، وبضيف ربع معلقة صغيرة من الفانيلا. لو حبيتوا تستبدلوا المستكة بماء زهر أو ماء ورد ولا أطيب من هيك. وبعد ما دمجت مكوناتي مع بعض على البارد، رفعت طنجرتي على النار على حرارة متوسطة مع استمرار التحريك. أول ما وصل عندي لمرحلة الغليان على طول برفع طنجرتي على النار. عندي هون البايركس المقاس الكبير، ضفت له معلقتين من القطر اللي هو نفس الشربات أو الشيرة، مسحته كتير منيح، وبضيف خليط السميد اللي حضرناه مع بعض. رح أتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. بعد هيك بحطه بالثلاجة على الأقل ساعتين. بطبق كبير ضفت 4 معالق كبار من الدريم ويب اللي هو نفسه الكريمة البودرة، بضيف لهم ثلث كوب من الحليب البارد، مش أكتر من هيك. بخفقهم كتير منيح ليتكاثف معي الخليط بهذا الشكل. ولما تكاثف معي الخليط مباشرة رح أضيف علبة من القشطة أو الجيمر إن موجود. هلأ هاي الخطوات للناس اللي عندها تلاجة، أما إذا مش متاح عندكم تلاجة ما في تبريد يعني، فيكم تستكفوا بس بالقشطة وتستبعدوا خطوة الكريمة عادي جدا. رح أضيف كمية الكريمة اللي حضرناها وأفردها كتير منيح. بعد هيك بدخلها على التلاجة على الأقل ساعة قبل ما أقدمها، لأنه ضفنا لها كريمة فحلو إنها تكون متماسكة شوي. هلا إضافة المستكة مع الفانيلا بحل ليالي لبنان مع الكريمة، صدقوني نكهتها بتشهي القلب. وقت التقديم زينتها بالفستق الحلبي، شوي من الفراولة إن موجود عندكم، ولو حبيتوا إنكم تزينوها بشوي من جوز هند المحمص، صدقوني ما بتحكي لا أبدا، لازم تجربوها. وكفكرة تقديم لطيفة ممكن تقدموها بصحون، صدقوني ولا أروع من هيك. ووقت التقديم فقط بنضيف شوي من القطر على الوجه اللي هو نفسه الشربات أو الشيرة. استمتعوا يا جماعة بأطيب طعم. ألف صحة وعافية مقدما، دمتم بخير وباي باي.